صباح الخير، صباح الجمال على الاجمل واحلى متابعين في الدنيا. جمعه مباركه عليكم يا بنات. معلش انتوا عارفين ان روتين الجمعه ما بينزلش يوم الجمعه بالظبط، معلش. عشان طبعا يوم الجمعه ساعات بنخرج، فعلى بال طبعا انتوا عارفين ان انا ام الاربع اطفال والدنيا زحمه ودراسه وكده، فيعني ايه، اعذروني في تاخير الفيديو. ده كان يوم الجمعة يا بنات. طبعا لازم ننظف الشقة كويس ونبخرها. البخور ده انا شارياه من عند العطار، بخور فرط كده بس تحفة يا بنات. ريحته فظيعة وفي ملح وفي كل حاجة، بجد والله. فانتي لازم علشان تبخري الشقة بخريها قبل صلاة الجمعة بساعة او بين العصر والمغرب يا بنات. ده يعني يعتبر احسن توقيت يعني لتبخير الشقة بتاعتك وكده. تمام. روتيننا النهارده عامله لكم روتين قوي جدا 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 والله، بجد من ريحه زمان يا بنات. ريحه اللي هي امهاتنا واجدادنا. هنعمل بقى محشي مشكل بس، والناس بقى اللي ما بتعرفش تعمل محشي خالص هتحب المحشي معايا النهارده في الفيديو بتاع النهارده. بس اهم حاجه ما تنسيش اللايك والاكسبلور. ما كنتش مشتركه في القناه انزلي ونوريني واشتركي في القناه كده. وما تنسوش كلكم ان شاء الله النهارده فيديو الجمعه ده تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام في الكومنتات. طبعا مالكوش دعوه باللي نايم واللي صاحي طبعا. البنات يعني ايه كان التوقيت ده كان في صلاة الجمعة بالظبط يعني. يعتبر كان تقريبا الساعة كانت 12. كنت انا يعني خلصت اكل وكده. وكان البنات انا مقسمه عليهم يوم الجمعة يروقوا الشقة، فانا قلت لهم ادخلوا بقى ايه، خلصوا الشقة عشان ايه ابخرها. تمام. صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. كتير كتير يا بنات، وما تنسوش الاستغفارات في اليوم ده، ما تنسوش سورة الكهف. ويلا تعالوا بقى عشان عامله لكم روتين قوي جدا 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 جدا. تعالوا بقى معانا على المطبخ. بسم الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صباح الفل، صباح الجمال، صباح الرزق على أعينكم الجميلة. طبعا يا بنات، نص الروتين ده يعني أنا بالليل قورت الكوسة و... وعملت الصلصه وعملت الايه، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وعملت ورق العنب ده كان بالليل بس، يعني كام لقطه كده انا عملتهم بالليل وصورتهم. ونصحى الصبح ندخل في الطبيخ على طول. كنت بوريكم الكوسه، بقول لكم دي الكوسه يا بنات اللي انا جايباها من يوم السبت، يعني شوفي بقى لها اسبوع عندي وعامله ازاي. طبعا كل اصحابي ومتابعيني الحلوين قالوا لي يا ميادة ازاي بتحتفظ الخضار وبيفضل طازه. اهو اقسم بالله العظيم البتنجان ده مش لسه جايباه، البتنجان والكوسه والفلفل دول بقى لهم اسبوع في التلاجة. مع ان التلاجة بتاعنا اللي منزلها لكم في الفيديو اللي فات التلاجة عندها مشاكل كده. ادعوا لي ادعوا لي اجيب تلاجة جديدة بالله عليكم. بصوا التلاجة دي شافت العجب معايا. انا وهي كده شفنا العجب لحد ما هي طفحت منه، انا طفحت منها، بس والله بحبها لانها ذكرياتها جميله بقالها 16 سنه وبتاعه الجواز وكده. ادعوا لي ان شاء الله اغيرها. فزي ما بقول لكم كده يا بنات، ادوا الخضار بتاعي اهو قدامكم على المصداقيه لكل الناس اللي بتشاهد فيديوهات الخضار واللي بتحبها. هقور معاكم الكوسه يا بنات والبتنجان والفلفل. طبعا هوريكم انا بقورهم ازاي، عشان كلنا بنقور طبعا. بس طبعا احنا عارفين البنات الجمال اللي هم الجيل الجديد يا بنات، اللي هم ايه لسه بيتعلموا. تمام، اللي زي بنتي اللي كده اللي في ثالثه اعدادي وبناتكم. طبعا انا باخد الكوسه كده، اهم حاجه انت ما تقوريش، اهم حاجه تسيبي فيها حوالي 2 سنتي او سنتي من اللحم، يعني ما تاكليش اللحم فيها من جوه. عشان انت كل ما تاكلي لحمه فيها من جوه وتيجي تسويها بتحسي ان هي طريه. لكن هي كده هتديكي سنه خرفشه شويه وانت بتاكليها. بتقطم منك زي ما بيقولوا، تسيبيها فيها سنتي كده ايه، او 2 سنتي من اللحم جوه. تمام. هور معاكم كوستين كده وهوريكم تقويره الكوسه إيه. وهوريكم برضو الفلفل، شايفين انا بوريكم الفلفل برضو بعمله ازاي بالسكينه كده. ده اسهل حاجه تقويره الفلفل دي. هو البتنجان برضو بقوره زي الكوسه، الاول كنت بقعد افرك فيه كده يا بنات واروح واجي فيه. بس صراحه تقويره في زي الكوسه افضل واحسن يعني. تعالوا بقى اقول لكم انا قورت الكوسه وجيت بها بالعكس كده، عشان مش عارفه الكاميرا هتظهرها لكم ولا لا. بتديني شكل يا بنات الذره، بتديني شكل كوز الذره، حبات كوز الذره. بصوا، مش عارفه الكاميرا ظاهراه ولا لا، بس هي صراحه في الشكل والمنظر شكلها تحفه يعني. بنزل بالمقوره كده بالخطوط واروح جايه عكس. بيديني يا بنات شكل الكوسه من بره كده زي شكل حبيبات الذره، كوز الذره كده. جميله تحفه. طبعا انا ما بستخدمش اي حاجه بتنزل من البتنجان او الكوسه او الفلفل. في ناس ما اعرفش ممكن تحتفظ بقلب الكوسه وتطبخه، ده بيدخل في وصفات كتير عادي ما فيش اي مشاكل. بس انا كده كده احنا ما بنحبش الكوسه الا محشي بس. في التوقيت ده بقى انا كنت صراحه يعني بجد لقيت الباب بيخبط. انا الشغل ده بالذات من بدايه التأوير، وانا كنت والله العظيم يوم الخميس بالليل معلش يعني انا يعني في جزء يوم الخميس وجزء يوم الجمعه الصبح. في محشي كتير، فلازم يعني احاول اخلي الدنيا اقسمها على نصين عشان الدنيا ايه،
يعني ما مش تبقى تقيله عليا. فانا صراحه شفت الخضار قدامكم بصوا ما شاء الله بعد ما غسلته والله العظيم ده بقاله اسبوع عندي. طبعا كل حبايبي اللي عايزين يعرفوا انا يعني بحافظ على الخضار ازاي اكتر من 15 يوم في التلاجة، ينزلوا يتابعوني هيشوفوا الفيديوهات بتاعتي. خبطت عليا جارتي واتصلت عليا جارتي التانية. انا عارفين ان انا يا بنات بحب الحاجه البيتي، ومتابعة مع كل جيران الحبايب اللي متوفر عنده بيضة او متوفر عنده فراخ تسمين او متوفر عنده فراخ بلد وعايز يبيعها يقول لي. فطبعا الفترة اللي فاتت كان البيت شاحح، وانتوا شايفين كل ما بروح اجيب خضار الاسبوع كنت بجيب كل حاجة في خضار الاسبوع والبيض وكله، بس للاسف ما كنتش بلاقي بيض. فطبعا هنا البيض غلي، فهم صراحة جابوا لي هنا دول كانوا ب 160 جنيه، البيضة ب 6 جنيه. بيضهم جميل وتحفة وبلدي ولا متهرمن ولا حاجة. واختي جارة حبيبة قالت لي يا ام اياد مش لازمك فرختين كده، قلت لها لازمني يا حبيبة قلبي. قلت لها نضفيهم وبعتيهم. الكيلو قالت لي يا بنات الكيلو ب 80، وهي قالت لي دول بتنظيفهم طبعا، قالت هاخد على الفرختين 30 جنيه تنظيف. طبعا انا لا انا برزقها برضو من ناحية، مش هقول لها هاتيهم وانضفهم، مش هنقعد شغل وكده. انا كنت ساعتها بقور وهي اتصلت عليا. بصراحة تنظيفها ما شاء الله مش هتاخدي منه على التلاجة على طول. ادين شايفين الفراخ قدامكم، حتى فراخ هتحس انها صفرة كده مياله للبلدي، مش زي الفراخ التسمين اللي بنشتريها من بره بتبقى فاتحه كده. والله العظيم يا بنات ما غسلتهم وانا باخدهم، طبعا كتر الغسل اصلا غلط. من كتر انت ما بتعكي في الفراخ واللحمه كتير بيعمل ريم، وده اللي بيسبب ماده الريم اللي بتبقى موجوده في الشوربه. ما تعكيش كتير، انا باخدها احطها وانا كده كده هي بتطلع من الفريزر، حتى لو جابت بكتيريا او حاجه انا كده كده بغسلها بالطحينه والليمون وبنضفها جدا. تمام. فانا يا بنات انا من النوع اللي بيحب الحاجه البيتي جدا فوق ما تتخيلوا. يعني اي حد من جيراني بتفق مع اي واحده مثلا بتربي تسمين، كل مثلا شهر شهرين باخد منها 10. وانتوا عارفين مش نازل لكم فيديوهات بعمل ايه ب10 فراخ، بعمل منهم ستريبس وبانيه واطلع منهم كل حاجه، تفريزه بطلع منها كل حاجه. فصراحه الفراخ دي عجبتني ما شاء الله ما شاء الله عليهم. دول قطعوا ب 400 جنيه بالتنظيف يا بنات، يعني كانت الواحده 2 كيلو وي. هحطهم كده احطهم في التلاجة، وان شاء الله مثلا في نص الاسبوع اطلع واحدة كده للولاد، في نص اسبوع في الدراسة كده اعملها على يعني ايه في نص الاسبوع كده للولاد. تمام تمام. انتوا عارفين لو وصلت لحد هنا ومحدش عمل فيكم لايكات انا هزعل بجد، ومش هنزل لكم الافكار والحاجات الحلوه بتاعتي. قولوا ليه قولوا ليه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لان روتين النهارده هنعمل شويه محشي يا بنات تحفه. بصوا من الالف للياء، كل البنوته وكل اموره جميله ما بتعرفش تعمل محشي هتحب معايا المحشي النهارده ان شاء الله باذن الله. دي كان يا بنات التسويق، يعني حاجه اللي اشتريتها من الجيران. فانا يعني برجح لكم اشتروا يا بنات من الجيران، لان الجيران ما بيحطوش حاجه متهرمنه، حاجتهم بيتي وجميله حتى لو غاليه 10 20 جنيه. حاولوا تشتروا من الجيران لو حواليكوا جيران وفلاحين بيبيعوا. تمام تمام. تعالوا بقى نشوف ايه هنعمل مع بعض صلصه. انا عامله معاكم فيديو قبل كده في الشتاء، بس عايزه اعمل لكم بقى حاجه مختلفه المره دي. ان ورق العنب اللي هنعمله المره دي ورق متفرز، واول مره اعمل ورق عنب متفرز. بس ما اقولكوش يا بنات حرفيا طلع طعمه تحفه، ما كنتش متوقعه والله العظيم، يعني يعتبر زيه زي الطازه والله. بس اهم حاجه طريقه التخزين. طبعا المحشي بيحب البصل الكتير قوي، حطيت سمنه على زيت وحطيت بصل كتير وقرنين فلفل كده مضروبين في الكبه مع البصل، ونزلت بقى بالطماطم. انا عاشقه المحشي وايه. بس انا يا بنات ما بصفرش البصل، لان انا صعب قوي يعني بتعب قوي. بحب المحشي اللي هو انزل اللي هو البصله، انزل الطماطم على طول، بحط معلقه سكر والسبع بهارات وبس، واسيبها تاخد وتدي مع نفسها لحد ما تتسبك. التسبيكه مش في الطماطم يا بنات، التسبيكه في انك تسبكي البصل وتاخدي تخلي البصله دي لونها صفرا او مايله للحمار، ودي غلط طبعا بتتعب المعده جدا. في نفس الوقت حطيت في حله فيها ليمون وملح بس وزيت، معلقه زيت. وتعالوا بقى اوريكم الورق العنب اللي احنا فرزناه على القناه مع بعض. بصوا اهو حتى لحد ورق العيدان اللي هحطها في قعر الحله انا مفرزاه، والله بجد مفرزاه. شفت بقى بوريكم انا مفرزاه ازاي. بص طريقه الاستريتش دي عجبتني جدا 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 يا بنات، بس هو فيها عيب واحد بس اقول لكم عليه واحنا ايه شغالين مع بعض. بصوا بنزل كده والميه سخنه بنزل بيها. بصوا طالعه من الفريزر على طول عشان تحافظي على سماكه الورقه كده ولونها الحلو، انزلي بيها وهي متلجه كده اهو. بصوا بقى اكنه طازه يا بنات. عيب بقى في النقطه دي بالزيت. وانا بطلعه طبعا انا كنت رصاه وانا بلفه، لما بنزله هنا ويعبات ما يفك ويستوي بيفك مني بيتلخبط كله في بعضه، كان صعب قوي وانا بحشي بلاقي الورق كله ايه مش مستوي، يعني لازم حد يقعد بقى يسويه. ودي كانت هي دي العيب الوحيد، بس طعمه صراحه بجد طلع تحفه.
تمام. اليوم ده عدى بالليل، ليله الجمعه. صحيت الصبح بخرت الشقه ودخلت بقى على طول على ايه. طبعا هنا يا بنات انا كنت عند ماما في زياره، وصراحه انا ما بربيش بط ولا بشتري بط لان احنا مش اكلة بط. البط ده بط بلدي. صراحه ماما ادتني واحده وطبختها قبل كده، ونسوان اخواتي الاتنين ربنا يبارك لهم يا رب في ذريتهم في ولادهم ويهدهم لهم. كل واحده ادتني دكر بط. هما صراحة أنا ما بروح ما بهملش فيهم، ولو أخدت حاجة لماما باخد لنسوان اخواتي الاتنين زيهم زي ماما بالظبط، فعشان كده يمكن هما حنينين فيها زي ما أنا حنينة فيهم. احنا مش هناخد حاجة من الدنيا يا بنات، أهم حاجة نبقى كلنا كده في صفاء نية من جوانا. فوالله العظيم هم حنينين فيا، معرفش بقى عشان أنا كويسة ولا انا اللي ببتدي بالحنيه. بس احنا الدنيا مش واخده منها حاجه يا بنات. تعالوا بقى شوفوا المحشي بتاعنا. الخضره بتاعتي بقى بنزلها على الرز بتاعي. بصوا المحشي يعني توابل. بجد المحشي بيحب كميه التوابل. انا بص حطيت عندي التوابل اللي في البيت كلها: الكمون وفلفل اسمر وسبع بهارات والكزبره وشطه ومرقه فوريه وجنزبيل وتوم باودر وبصل باودر وقرفة. بصوا حتى هتلاحظوا كمية التوابل بتاعتي في المحشي. هو كده، هو بالذات خاصة المحشي ورق العنب كده يا بنات لازم التوابل كده بتاعته جميلة. لان انا مش طبعا مش مكترة توابل في الصلصة، كنت حاطة سكر بس والسبع بهارات. نزلت هنا بقى ايه بكل البهارات اللي هي بهارات المحشي اللي هتخليك المحشي ده سبايسي كده. وباجي في الاخر بعصر لك ليمونتين. طبعا ده ورق عنب يعني لازم ليمون. لو محشي كرنب يا بنات مش شرط خالص الموضوع اللي ايه. شفت الصلصه بتاعته ولونها والجميل، بس مش عارفه يا بنات اول بعد ما حطيتها في الرز مش حسيت ان الرز لونه احمر ليه. مع انه والله شايفين الصلصه ولونها الجميل. صلصه حتى اهو شايفين الرز. طبعا عارفين دقه الفلفل اللي قلت لكم هتنفع في المحاشي والسمك وكده. كانت عباره عن فلفل حراق احمر وبارد وتوم. حطيت بقى نزلت بيها على الرز كده وقلبته مع بعضه. طبعا هحشي معاكم كده ايه كام صبع على السريع كده يا بنات. و... وهنزل بقى افرش في الارضيه لان صعب قوي ان انا اقف كده، لان انا عندي طبعا بسبب الحمل المتكرر وجبت ولادي الاربعه ورا بعض، فطبعا عندي ضعف انفصام في عضلات الرحم في عضلات البطن. فعشان انا عندي عضلات البطن منفصله فما بقدرش اقف كتير صراحه. يعني ربنا اعلم انا بصور لكم بالعافيه، يعني ما عملتوش لايك انا هزعل منكم والله. تعالوا هنا بقى اما اقول لكم انا بحشي بقى ورق العنب. بصي هتحشي الطبقه الخشنه لجوه والطبقه الناعمه اللي بره، وتقفلي ورق العنب زي الحجاب. ده ورق العنب ميزته انك ما ينفعش تبقى مفتوح من الجنبين. بص كده شوف معايا الورقه دي الخشن جوه، وبقفل كده من الجنبين. انا طبعا صراحه مسرعه الفيديو شويه عشان ما تزهقوش يعني. جات لي فكره بقى جميله المره دي ان انا نفسي احشي البط والفراخ، بس صراحه ما عجبتنيش الفكره بعد الاكل عشان اقول لكم بقى ايه عن مصداقيه يعني. انا اول مره احشي البط والفرخه هحشيهم ورق عنب وكوسه وكده. بس ما عجبنيش الطعم زي الطعم اللي بره، يعني زي طعم الورق العنب اللي في الحله. فطبعا يا بنات انا دايما واخده المصداقيه ان اي حاجه بعملها ما عجبنيش طعمها بقول لكم في الفيديو. فطبعا اللي انا حشيته دلوقتي معاكم في البطه والفرخه ما عجبنيش الطعم لما خرج. حسيت ان المحشي اللي انا عاملاه كده في الصينيه والحله طعمه احسن، واخد كده من الشوربه. مع ان البطه والفرخه كانوا في الشوربه، بس برضو ما حسيتش المحشي اللي جوه ده ما حبيتوش. فيعني انتوا حشيتوا وحبيتوا الوضع ده، انا صح ما حبيتوش، حبيت المحشي اللي في الحله اكتر. اما اللي حاشيه في الفراخ والبطه ديت طبعا يا بنات فرخه دي فرخه حمراء قريبه من البلدي، يعني كنت شاريها معاكم في مشتريات السوق. كنت قايله لكم الواحده ب 150، بس طعمها جميل يا بنات. هي يعني تاني حاجه بجيبها بعد الفراخ البلدي. صراحه طبعا الفراخ البلدي الفتره دي من زمان قوي الفراخ بتاعي بحجمها صغير فما بجيبهاش. دايما بجيب الفراخ الحمراء ديت بجيب الاتنين دايما ب 300. قلت لكم في فيديوهات اللي فاتت ان انا قلت لكم يا بنات جبت اتنين عشان ماما مدياني ونسوان اخواتي بطتين، فهعمل ان شاء الله كل جمعه او مش كل جمعه على يعني ايه في الشتاء يعني. هعمل بط. طبعا احنا طبعا عشان في بط فاضطريت بقى اطلع ورق عنب بقى وايه وعيشهم يوم كده من هو اجواء الشتاء يعني. بصوا طبعا الحله بتاعتنا فيها ورق لورا وحبهان وليمونه وقرفه وبصل وتوم وطماطم. ده كله في الميه لما غلت، ونزلت فيها بقى ايه الفرخه والبطه بديهم 10 دقايق او ربع ساعه نار عاليه، وبعد كده بهدي النار يا بنات. تعالوا بقى شوفوا الجمال. ايه رايكم بقى؟ بجد والله قولوا لي في الكومنتات. عارفه لو ما قلتوش في الكومنتات ايه رايكم هزعل منكم. اسمعوا بقى الفيديو الاخر بتشوفوا كده انا شغلي ترتيب كده، ترتيب فاخر من الاخر زي ما بيقولوا.
شايفين الصينيه؟ انا طبعا ما بسويش المحشي على الفرن يا بنات، يعني على الفرن من فوق، على قصد البوتاجاز. انا بسويه في الفرن دايما. محشي الكوسه والبتنجان بعشقه كده من الفرن يا بنات، لاني بسويه تحت وبعد كده بطلع ايه عليه من فوق كده بالايه، بديله وش تحمير كده من فوق. دي الصلصه اللي باقي عندك، لو عندك حطيها على وش المحشي، مش عندك خلاص يا بنات. وممكن تحطي تزوديها الشوربه وتسقي بيها المحشي عادي. كله مفيش حاجه زي ما قلت لكم. الشعار بتاعي ان انا مفيش حاجه برميها في الشارع ولا برميها في اي حته يعني. ولعت على المحشي، خد فروه شديده قوي. هنبتدي بقى نفتح الحله بتاعتنا. انا كنت مهديه النار بس عليت الشوربه علشان ايه؟ تبقى سخنه مولعه. لان كل ما تبقى سخنه مولعه وتحطي بيها على المحشي بتاعك، المحشي بتاعك بيطلع مفلفل وجميل. هنقسي محشي الورق العنب وانت بتسقيه يا بنات. هزي الحله كويس علشان الشوربه بتاعتك تنزل في قعر الحله. طبعا احنا مش هنزود شوربه قوي فوق، بس الرصه يعني على الرصه بالظبط زي ما انتم شايفين كده. وهغطي بايه؟ بطبق علشان وهي بيفور ما يفتحش مني زي ما انا عملت كده بالظبط. اما هنا بقى المحشي بتاعنا، انا كنت مولعه الفرن تحت اعلى درجه عندك او 180 زي ما بتيجي، وبجيب ورق سلفان وبغطي المحشي بتاعي وبدخله على اخر رف، مش على اللي هو السلك ده يا بنات، مش على الشبكه قصدي. بنزل على اخر رف يستوي وبعد كده بطلعه على الشبكه ياخد تحمير. عبات ما استوى كان البطه بتاعتي والفرخيه بتاعتي استوت. دهنتهم كده بسمنه يا بنات، اي نوع سمنه عندك. وبعد كده طبعا دخلت المحشي والايه. عبات ما المحشي تحت استوى بدخل الفرخه والبطه ياخدوا لون. وبعد كده بطلع المحشي كمان ياخد لون. فيكون كده غدانا الحمد لله خلص على سلام. غدا كده من بتاع ايه، مش عارفه اقول لكم إيه. انا هنا كان نفسي والله العظيم اسمعكم البقبقه، بس مش عارفه انا ليه ما سبتش صوت الفيديو هنا. طبعا لو سبت لكم صوت الفيديوهات اللي انا بعملها قسما بالله لا تكرهوا نفسكم. طبعا من الاصوات الكائنات اللي عندي في البيت الولاد، طبعا انتوا مش تايهين عن اصوات الولاد. يعني مش تفتكروا انا بصور وبشتغل مفيش كائنات حواليا، لا في والله. طبعا كان باقي شويه رز يا بنات سويتهم في الحله الصغيره دي. وعملت الشوربه زي ما قلت لكم. طبعا يوم المحشي ما بعملش لسان عصفور، بعمل شوربه صافيه عادي. وده كله كان بياخد لون في الفرن عادي، هو زي ما انتم شايفين. وتعالوا بقى شوفوا الجمال واللون والحلاوه. طبعا شايفين الجمال، شايفين اللون التحمير صراحة يا بنات. يعني تحمير الحاجة في الفرن صحية وأحسن. ولو عندي كمان قولوا معايا يا بنات، أنا نسيت اسمه والله العظيم، اللي هو بيحمر الأكل. قولوا لي في الكومنتات اسمه ايه. اير فاير. تعالوا شوفوا العظمة. شوفوا العظمة بتاعت المحشي. بص مفيش، بصوا محشي يعني. الحلة قدامكم نزلت مع نفسها. دي كان غدانا والله العظيم يوم الجمعه يا بنات. صراحه احنا اتغدينا متاخر شويه، مش عشان انا اتاخرت في الاكل ولا لا. وده الزيتون اللي عاملاه معاكم على القناه فتحت عليه، بس عشان جوزي والولاد اتاخروا شويه بقى. طبعا كان في حاجات تانية يعني زودنا شوربه وحاجات كده، بس حبيت احط لكم. حطيت رز من الاحمر. وعندي ولد ما بياكلش اي نوع محشي خالص، يعني حطيت له رز ابيض. ما بحبش برضو الرز الاحمر ولا المحاشي. ربنا يا رب يعيني عليهم. ادعوا لي بالله عليكم لانهم معذبيني الفتره دي. شايفين عظمه المحشي؟ اكن الورق يا بنات طازه وفي اوانه والله. شوفوا المحشي بتاعنا بيلمع ازاي. والتحمير بتاعي انا عايزه لاقات كتير بجد. روتين الجمعه ده من احب واحلى الروتينات على قلبي. وعارفه يعني انا واثقه ان الروتين ده برضو كل المصريين بيحبوه، لان هو روتين اللمه بجد. استنوني بقى في فيديوهات كتير وروتينات كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.